يا مساء الخير، يا مساء العافية عليكم. واليوم رجعت لكم بفيديو جديد، طريقة البرياني، بس أنا حبيت أغير بيها هالمرة. المواد مثل ما تشوفون، بوتيتا قطعتها صغار، والبصل عندنا، بازاليا عندنا، لوز، وعندنا كشمش. طبعا الكشمش مو الكل يحبه، بس احنا عائلتنا كلها تحب الكشمش الحمد لله. هنا أنا بديت أقلي البوتيتا، ومن بعدها بعد أن أقلي البوتيتا طبعا تقلوها تقلاه كاملة يعني هيجي مثل ما تشوفون. من بعدها أبدي أحمس البصل. حبايب الله يسعد أوقاتكم، والله يعني صح نتأخر عليكم بالفيديوهات، بس هاي الفترة كلها امتحانات وما أعرف يعني مشغولين، بس إن شاء الله ما نتأخر عليكم. هنا هسه مثل ما تشوفون هذا اللوز المقطع، أبدي أحمسه، أقلبه كم مرة وأخلي عليه البازاليا. طبعا يعني برياني سهل وطعمه كلش طيب. هنا أنا هسه راح أخليه مثل ما تشوفون الكشمش. وهنا أني البوتيتا يعني مقليتها والبصل أبدي أخليهم كلهم. وهنا أني الحشوة أستعمل لها بس كار المختار وفلفل أسود وملح وهيل، هذه بس على الحشوة. اي وهنا هسه مثل ما تشوفون التتبيله مالت الدجاج شنو عندنا. هنا فلفل اسود وليمون وزيت ومعجون وملح وكاتشب شويه وصاص. وهنا نخلي شويه من صبغ، الصبغ هذا العادي اللي نخليه يعني للزردة، صبغه يعني هاي الصبغه او صبغه المندي هي نفسها. وهنا عندنا ظرف من الماجي، طبعا هذا الظرف مالت الماجي يعني ينطف الطعم كلش طيب. هنا عندي هاي الدجاجة يعني تقريبا وزنها يمكن كيلو ونص، يعني أحسن شي هو الدجاجة إذا تكون كيلو ونص وزنها. هنا شوية سويت بها شكل فتحات على مود تدخل التتبيلة بداخلها، وبديت هنا يعني وجه وقفة أمسحها بالتتبيلة هالشكل مثل ما تشوفون. واني طبعا احب دائما اغير بشوي الدجاج والتتبيلات، يعني التغيير هو حلو. وهي هاي يمكن يعني اسرع شيء انا اعتبره عندي، هي هاي التتبيله واسهل شيء. وهنا اخليها بصينيه الشوي بالفرن، وسلفنتها وخليت لها كوبين قليل من المي وخليتها بالفرن. هنا راح اسوي التمن. طبعا مقدار التمن هو مقدار المي، انواع التمن مقدارها نفس التمن يعني نفس المي. والتوابل اني نزلت لكم اياها، هي اللي عندكم من هيل او قرنفل وفلفل اسود وكزبره عدله وكمون عدل هالشكل يعني، دارسين اللي موجود عندكم، ونمو بصره. وطبعا انا هم كاتبتهن. هنا ما شاء الله التمن شوفوا شلون نثري وحلو يعني ما معجن. مثل ما قلت لكم هو نفس المقدار المي التمن. والدجاج طبعا كلش يعني ذايب، وانتوا تقدرون اذا ما تردون تخلوه ساعة ونص بالفرن، تقدرون تخلوه شوية على النار بعدين تخلوه بالفرن. طبعا هو حسب الفرن اذا كان بطيء او شي يعني. هنا هذه الحشوة مثل ما تشوفون شلون حلوة وشكلها لطيف، وطبعا الطعم يجنن. ماكو شيء فضل اسوي مو طيب، اريد احمد نفسي شوية ما يخالف. هنا هذا الدجاج صار جاهز عندنا. بعد انتو شنو يعجبكم تقدمون وياه، يعني زبادي او شنو اللي يعجبكم، ونعمة من نعمة رب العالمين. وهذا الشكل النهائي للشوي الدجاج والبرياني. وانتظرونا بالفيديوهات القادمة. في امان الله.